القصة بتبدأ واحنا شايفين بنت يظهر عليها عادية، بس حياتها كانت أي حاجة إلا عادية. على الرغم من سنها الصغير كان بيحصل حوالي حاجات غريبة باستمرار، أحداث غريبة لدرجة إن حتى العلم فشل إنه يفسرها. ويوم من الأيام اعترفت للولد اللي كانت بتحبه بحبها ليه، بس لما رفضها بصت له بصة ثقبة وكأنها بتلعنه. وفي نفس اليوم ده بعد المدرسة عربية خارجة عن السيطرة دهسته وقتلته على طول في حادثة بشعة جدا. وبعد كده الأحداث الغريبة زادت، وفي خلال أيام 5 طلبة تانيين ماتوا بطريقة غامضة. واحد رمى نفسه من فوق السطح وواحد تاني غرق في النهر. أي حد كان بيبص في عيون البنت دي كان بيحس بذعر غريب، والإشاعات بدأت تنتشر إنها مش إنسانة عادية لكنها بنت الشيطان نفسه. أمها من الخوف والفضيحة بتقرر إنها تقتلها، وليلة من الليالي أخدت بنتها في العربية وكانت ناوية إنها تخلص على نفسها معاها. بس بمجرد ما زودت السرعة العربية اتقلبت مرات كتير وجسم الأم اتهرى تماما. بس الغريب إن البنت ما كانش عليها حتى خدش واحد. وعدت سنين بعد كده وسيونغ بقت راقصة مشهورة، ما كانش عندها أي ذكريات عن ماضيها، كأن كل ده كان كابوس وحش. بس سرها المخفي كان على وشك إنه يظهر تاني. ويوم من الأيام بيجي لها فرصة إنها تصور مع مخرج مشهور، لكن التصوير كان في مدرسة مهجورة محدش زارها من سنين. المكان كان يرعب وفي صمت غريب في كل مكان. وأثناء التصوير سيونغ سمعت فجأة صوت أجراس غريبة في الهواء، والأغرب إن هي بس اللي كانت بتسمعها. بس تجاهلت خوفها وكملت التصوير، لكن بمجرد ما وصلت للدور العلوي حست كأن حد واقف وراها. ولما لفت ما كانش في حد، بس كان في رموز غريبة محفورة على الحيطان. المهم التصوير كان ماشي في المبنى المهجور، وأثناء مشهد رقص سيونغ بتحس بحاجة غريبة في حركتها. فجأة حست كأن قوة مجهولة بتشدها ناحية السقف، ولما وصلت لحافة السطح فتحت دراعها ونطت تحت. بس في اللحظة اللي بعدها كل حاجة بتتغير. سيونغ رجعت للواقع وعرفت إن ده كله كان خيال. وبمجرد ما تنفست الهواء باقي طاقم الإخراج بيتصدموا، شافوا 4 أشكال غريبة واقفين على سطح مبنى قريب، كانوا بيرسموا في رموز غريبة على الأرض كأنهم بيعملوا طقوس غامضة. وأثناء التصوير عضو تاني من الطاقم بيروح علشان يظبط الإضاءة، لكنه بيختفي بطريقة غامضة. فالمخرج بعت واحد يدور عليه على طول، بس بمجرد ما وصل المكان صوت عالي انطلق، وشاف إن الست المفقودة كانت بتترعش على جنب وكأنها اتخضت بشكل رهيب. وفي اللحظة اللي بعدها رفعت راسها، بس عينيها كانت شريرة. وقبل ما حد يفهم اللي بيحصل انقضت فجأة على الراجل اللي قدامها، هجمته مرات كتير بوحشية وسابته متلطخ بالدم وقع على الأرض. وبعد كده البنت المتغطية بالدم دي بتفتح الباب ببطء وخرجت، والناس اللي واقفين هناك بيترعبوا من المنظر وسألوها هو انت اللي حصل لك؟ بس هي ما قالتش ولا كلمة وبدأت تتحرك ناحية السطح. ولما وصلت لحافة السطح لفت وبصت فوق وعينيها كانت مليانة كراهية عميقة. وفي اللحظة اللي بعدها من غير أي خوف نطت من على السطح، وبمجرد ما ضربت الأرض جسمها بيتكسر لقطع. والناس ما كانوش لسه فاقوا من الصدمة لما شافوا البنت اللي لسه واقعة بتبدأ تتحرك وعظامها المكسورة بتبدأ تتجمع وبتحاول تقوم. ما عادتش إنسانة وتحولت لزومبي. مسكت رقبة راجل واقف جنبها ومزقت لحمه بسنانها، والدم اترش في كل مكان. الناس اللي باقيين اترعشوا من الخوف، ما كانش في شبكة موبايل في المكان ده وما فيش مساعدة ممكن تيجي. الكل كان بيحاول يهرب، بس المخرج بشكل غريب بيشيل الشنطة بتاعته وبينسحب بهدوء. ولما الناس سألوا اللي بيحصل مردش، وساعتها الكل عرف ان في حاجة غلط في المكان وقرروا انهم يمشوا ورا المخرج علشان يعرفوا الحقيقة. بس لما كانوا على وشك يسيبوا المبنى بيبصوا على السطح وشافوا كاميرا مراقبة لسه بتسجل المكان ده اللي بيكون مهجور من سنين، وبيقولوا لبعض ازاي الكاميرا لسه شغالة. وبمجرد ما بيلاحظوا ده انفجار عالي جدا جه من فوق، ومن الفزع جريوا ناحية الأدوار السفلية من المبنى. بس قبل ما يوصلوا المكان آمن بيحصل حاجة محدش كان يتوقعها. موقع التصوير اتحول لفوضى. الراجل اللي اتقتل بوحشية من شوية ظهر تاني، بس المرة دي بشكل مرعب، ومن الخوف الكل قفل الباب واختبأ جوه. بس الأصوات العالية اللي جاية من بره أثبتت إن اللي كانوا معاهم دلوقتي تحت سيطرة قوى مجهولة، ولو ما هربوش بسرعة هم كمان ممكن يبقوا زيهم. ومن الفزع الكل جري ناحية الدور الأرضي، بس لما وصلوا للباب الطريق الوحيد للخروج كان من شباك صغير فوق. وواحد من الأعضاء دول بيجمع شجاعته وطلع على صندوق معدن بكل قوته. وبعد كده الباقي بدأوا يطلعوا ببطء، وقبل ما المخرج يحاول يهرب ضربات عالية بتنطلق على الباب، وفي لحظات زومبي دخلوا مسكوا ومزقوا بقوته وصراخه اتسمع في كل مكان. والناس الباقيين هربوا من غير ما يبصوا ورا، بس لقوا مسدود ببوابة حديد. وبمجرد ما الراجل حاول يتسلقها الزومبي مسكه فجأة ومزق جلده، والباقيين كانوا خايفين جدا ومرعوبين. البقاء هناك كان زي دعوة للموت، فقرروا يدوروا على طريق تاني. وأثناء الجري يون وقعت على الأرض وصرخت طلبت المساعدة، بس سيونغ وجين من الخوف الشديد محدش بصلها وبيجروا ناحية العربية. وبمجرد ما ركبوا جين شغل الموتور فورا، بس المشاكل ما خلصتش. لما مشوا بالعربية مسافة قصيرة راجل ملثم بيظهر فجأة في نص الطريق وبيضرب شاي في راسه لدرجة إن جمجمته انفجرت والدم اترش على العربية كلها. وسيونغ نزلت من العربية ببطء وبتستخبى في ركن مرعب قريب، بس ساعتها بالصدفة حركت قطعة زجاج على الأرض، والصوت ده بيلفت انتباه زومبي بدأ يتحرك ناحيتها.
حبست نفسها وبسرعة استخبت في أوضة قريبة. بس فجأة لحن غريب بدأ يشتغل على سماعات المدرسة. بمجرد ما الزومبي سمع الصوت ده اتجننوا وجريوا في الاتجاه، وكو ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل، بس سمعت خطوات وراها ولفت وشافت ان المخرج لسه عايش، بس ما كانش في خوف على وشه، كان واضح انه عارف كل حاجة. وسيونغ حاولت تعرف كل الحقيقة، وساعتها المخرج كشف ان كل حاجة بتحصل كانت جزء من خطة. رقصة الرقص اللي سيونغ صورتها ما كانتش رقصة عادية، كانت طقوس قديمة علشان تستدعي الأرواح. بس الخطر الحقيقي كان لسه جاي. قبل التصوير بأيام ست عجوزة راحت للمخرج وادته مستندات واقترحت عليه يعمل فيلم عن نوع خاص من الرقص، والرقص ده ما كانش رقص عادي، كان طقوس قديمة علشان تستدعي الموتى. فالمخرج لقى الفكرة غريبة ومشؤومة وقرر في الأول إنه يرفض، بس لما الست بتعرض عليه 10 أضعاف المبلغ المعتاد الطمع سيطر عليه ووافق على العرض. وما كانش يعرف ان طمعه هيجره هو وكل فريقه لكابوس مرعب مستحيل الهروب منه. الرقصة اللي اتعملت اثناء التصوير كانت في الحقيقة طريقة لايقاظ الزومبي، والطقوس دي اعادت الارواح للحياة ودلوقتي استولت على اجسام البشر. وببطء الناس الموجودين في موقع التصوير بدأوا يتحولوا لاشكال مشوهة وكأنهم بقى جثث حية. المخرج دلوقتي عرف غلطته، بس كان متأخر على الندم، فقرر على الاقل انه يضمن سلامة سيونغ علشان يريح ضميره. وبمجرد ما المخرج وسيونغ كانوا على وشك انهم يفتحوا الباب علشان يهربوا، صوت طلقة نارية انطلق فجأة. المخرج اتضرب في راسه ووقع على الارض ودمه انتشر في كل مكان. ولما سيونغ بصت ناحية الباب شافت ضباط بوليس وافراد مجهولين واقفين بره، والناس اللي واقفين كانوا شبه اعضاء عصابة اجرامية. وساعتها سيونغ عرفت ان المكان كله تحت سيطرة مجرمين، وانها اتورطت في مؤامرة ضخمة. ووسط الفوضى البوليس بيكتشف علامة مخفية جوه عربية موجودة، وسيونغ استغلت التشتيت ولقيت فرصة انها تهرب. لكن وهي بتجري بتقابل يون اللي قدرت تنجى بطريقة ما من هجوم الزومبي، ومع بعض راحوا لمحطة بنزين قريبة حسوا فيها بالأمان. بس سيونغ كانت تعبانة جدا، فيون ادتها ازازة مية، بس بمجرد ما شربتها عيونها تقلت وفي لحظات فقدت الوعي. ولما سيونغ فاقت بتلاقي نفسها في غرفة غريبة فيها أنوار حمراء، وقدامها كان في ناس كتير لابسين اسود وماسكين مسدسات وبصوا لها في صمت كأنهم مستنيين قرار ياخدوه. ومن الخوف سيونغ بدأت تترعش وتترجاهم انهم يسيبوها، وفجأة واحد منهم ضربها في صدرها. بس في ثواني الجرح بدأ يلتئم لوحده، وفي اللحظة دي ذكريات الطفولة بدأت تغمرها. افتكرت انها مش بنت عادية، لكنها كانت روح ملعونة لما كانت طفلة، وتوقعت من غير قصد موت ولد، وده حصل فعلا بعدين. وتدريجيا احداث غريبة بدأت تحصل حواليها، اطفال كتير في مدرستها ماتوا، وامها ماتت في حادثة عربية. ودلوقتي الست اللي لابسة اسود اللي واقفة قدامها كانت نفسها اللي ابنها مات بسببها. وكل حاجة بتحصل، التصوير، هجمات الزومبي، وكل حاجة تانية كانت بتحصل كانت مخطط من الست دي علشان تنتقم لموت ابنها. حتى يون اللي اديتها ميه كانت جزء من الخطه، وكان واحد من اللي فقدوا احبابهم. وشاون كان عندها اختيارين بس، يا تتحبس في اللعبه دي وتموت، او تستخدم قواها الحقيقيه علشان تنتقم. وبعد ما عرفت سيونغ اترعبت تماما وتوسلتهم انهم يرحموها. بس هل ام فقدت ابنها ممكن تتاثر بالشفقه بسهوله؟ كانت على وشك انها تكمل الخطوه الاخيره من انتقامها، وامرت رجالتها يجيبوا سماعه كبيره فيها ترنيمه. وبمجرد ما الترنيمه المخيفه دي انطلقت في كل الغرفه، كل الارواح الشبحيه وارواح الزومبي اللي بره بتبدا انها تدخل جوه. ووسط الصراخ روح سيونغ بتستهلك من الارواح المنتقمه اللي استدعتها الام شوان. والرئيسه يون اللي استنت سنين اللحظه دي اخيرا ارتاحت وانتقمت من سيونغ، بس علشان تنهي الطقوس المرعبه دي بتضحي بنفسها ونطت من على السطح. ودلوقتي بقى شخص واحد بس. الست يون كانت الناجيه الوحيده من الحادثه دي كلها، ومش بس انتقمت لموت عيلتها، لكن كمان كانت اخر واحده واقفه وبتقدر انها تهرب من الارواح دي كمان. انتصارها كان كامل وكانت فرحانه جدا، ولكن ساعتها بتحس ان حد بيبص عليها. ولما بصت في المرايه القريبه عينيها بتتفتح من الصدمه. في المرايه قدرت تشوف انعكاس سيونغ، بس المره دي سيونغ ما كانتش بتترعش من الخوف او بتترجاهم انهم يسيبوها، وبدل كده ابتسامه غريبه ومخيفه كانت على شفايفها. وبكده القصه بتنتهي هنا في المكان ده، واتوقع يعني ان سيونغ هتعمل منها حبه كفته. اتمنى الملخص يكون عجبكم، واستنونا فيديوهات تانية كتير. وبس كده، سلام عليكم.